الله على ورقة اللحمة الجميلة اللي تستاهل بقكم، اللي طالعة دايبة دوب كده وفيها صوص جوسي كده وجميلة بقى، مع شوية رز بشعرية أو شوية رز مدسوس. الله على الجمال وعلى الحلاوة وعلى الريح. أحلى ورقة لحمة كده بالخضار تحفة يا جماعة. يلا بينا نشوف الوصفة دي اتعملت ازاي، وعايزة لايكات من العيار التقيل عشان الوصفة دي جبارة وطعمها جميل. اهلا بيكم في قناتي وصفة شيماء، ويلا بينا نشوف النهاردة وصفتي هعمل فيها ايه. متنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل علشان يوصلكوا كل الوصفات اللي انا بقدمها، وبشكركم جدا على التعليقات والكلام الحلو اللي بتكتبوهولي. بشكر كل اللي موجود معايا، وبشكر اصدقائي الجداد واصدقائي اللي موجودين معايا من الاول، حبايبي على راسي من فوق. يلا بينا نشوف الوصفة ومقاديرها ايه. معايا حوالي من كيلو لحمة او كيلو الا ربع. هبتدي اقطعه لمكعبات كده زي ما انتوا شايفين، مكعبات وسط او صغيرة على حسب ما انت بتحبي حجم اللحمة. انا عارفة ان حتة اللحمة بتاعتي ناعمة وحلوة فهتستوى على طول. هنا قطعتها لمكعبات وسط كده علشان تبقى زيها زي الخضار اللي انا هقطعه معاها. اهو بقطع كده اللحمة وهديها شطفة حلوة كده، وبعد كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. متنسوش بقى اللايك والشير والكومنت الجميل كده عشان يوصل لكم الوصفات اللي انا بقدمها. هنا بقى جبت كيس خضار اللي هو بزلة بالجزر، عشان انا بصراحة ما فرستش السنة دي، فقلت مفيش مشكلة. جبت بقى بصل وجبت بطاطس وجبت طماطم، واللي موجود عندك حطيه في ورقة اللحمة. ممكن تحطي فاصوليا خضرة، ممكن تحطي كوسة، اللي انت حابة تحطيه حطيه. هنا هقشر البطاطس بقى كلها كده، وهقشر البصل علشان احضر للأكلة بتاعتي. هنا بقى بعد ما قشرت كل حاجة وسبتهم في المية كده، جبت اللحمة بعد ما عطيتها شطفة، وجبت صينية كده، وهبتدي اشوح اللحمة بتاعتي. من نجاح الاكل يا جماعة انك انت تشوحي حتة اللحمة حلوة قوي. هبتدي كده اشوح اللحمة معايا في نقطة زيت كده، او لو في حتة دهنة زي ما انا حاطة بشوحها فيها. هبتدي بقى اشوحها دي يعني احمر اللحمة نفسها. خلاص يا حبايبي، هبتدي بقى ايه احمر اللحمة كده زي ما انتوا شايفين اهي، لغاية لما لونها يبقى ذهبي كده او جولد. وبعد كده ايه هنكمل مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنا الخضار بقى هبتدي اقطعه لمكعبات كبيرة كده. قطعت فلفل اخضر سبايسي وبارد، علشان لو في اولاد بلاش تحطي سبايسي ياما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ورقة اللحمة يا جماعة الخضار بتاعها بيبقى قطع كبيرة عشان ياخد سوى اللحمة وما يتهريش، يطلع صحيح زي ما هو. هقطع البطاطس كده 4/4 مكعبات كبيرة زي ما انتوا شايفين، وهقطع الطماطم وهقطع البصل كلها مكعبات كبيرة. لو في كوسة كنت برضو هقطعها مكعبات كبيرة كده. في فاصوليا خضرا كنت هحط. اللي متاح عندك حطيه، اللي انتي بتحبيه حطيه. البصل اهوت هبتدي اقطعه برضو مكعبات كبيرة كده اهوت. كل حاجة عملتها لوحدها. هقطع بقى الكمية الباقية كلها مع نفسي. هنا بقى اللحمة اتشوحت حلو كده. هنزل بقى بفصين مستكة كده حلوين نشم الروايح الجميلة، وهنزل بقى بفصين حبهان، وهبتدي بقى ايه احمر فيهم اللحمة تاني تشويحتين 3 كده، علشان ديت اللي بتنجح ورقة اللحمة، بتخلي طعمها حلو. هنزل بقى بورق لورا زي ما انتوا شايفين. يبقى انا نزلت بمستكة وحبهان وورق لورا، وهحمر اللحمة او هشوحهم فيها. وشمي الروايح الجميلة. اللحمة بتاعتك حاسة ان هي كبيرة في السن او مش هتستوي السوا بتاع الخضار، في الوقت دوت تزودي شوية مية سخنين وتغطي على اللحمة لغاية لما تبتدي تدخل في السوا. خلاص يا حبايبي، هكرر النقطة دي تاني. اللحمة بتاعتك حاسة ان هي مش هتستوي في الخضار، فهزود هنا مية واروح مغطية عليها واسيبها تستوي 3/4 سوا. هنا كده انا سبتها استوت 3/4 سوا. بصوا بقت زي البلح ازاي ما شاء الله. هبتدي بقى اشيل اللحمة كلها بعد ما خدت 3/4 سوا. طب هي استوت ازاي؟ انا زودت لها شوية مية مغليين، فاستوت فيهم وشربت المية بتاعتها واتحمرت تاني.
وهبتدي بقى شلتها وهبتدي انزل بقى بالخضار، اديله تشويحه بقى في بهاريز اللحمه دي، البهاريز اللي نازله من اللحمه. هنزل بالخضار بتاعي كله زي ما انتوا شايفين كده، اديله تقليبه واحده، مش هسويه يا جماعه عشان ما يتهرقش، انا هديله السوا بتاعه مع اللحمه في الفرن، هديله تقليبه كده بس ياخد البهاريز كده وريحه اللحمه من الصينيه. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. زي ما قلت لكم، لو اللحمه بتاعتكم كبيره في السن ممكن بعد ما تحمريها تزودي عليها شويه ميه وتغطي عليها، هتستوى فيها وتشرب ميتها وبرضو تتحمر كده، وتروحي ايه مطلعاها وعامله الخطوات اللي انا عملتها. هنا هحط بقى فلفل اسمر وملح مبهر اللي فيه شطه وكمون وكزبره ناشفه، وكده ملحت الاكله بتاعتي. ويلا بينا بقى نشوف احنا هنحطوها ازاي في ورقه اللحمه، او هي ليه اسمها ورقه لحمه. هنا انا كان عندي ورق ألمونيا، بس بصراحه ما عنديش ورق زبده. الأحسن إنك انت تحطي ورق الزبدة فوق ورق الألمونيا، بس أنا بصراحة ما كانش عندي. ممكن بقى تعملي لكل واحد ورقته لوحدها، لكن أنا قلت لا، أنا هعمل 3 ورقات وكلنا ناكله منهم. ممكن زي ما قلت لك تعملي لكل شخص الورقة بتاعته بحتة اللحمة بتاعته. هنا نزلت بربع كمية اللحمة ونزلت بكمية الخضار، وهبتدي بقى أقفل ورقة اللحمة كده. ممكن تعمليها مبططة، ممكن تعمليها زي ما أنا عاملاها شكل كده في البولة، تديني شكل حلو كده زي بتاع الأفراح. بصوا، يعني أنا حاولت أعمل لكم منظر كده زي إيه بتاع الأفراح. هجيب بقى صينية كده اللي هتخش الفرن واروح حاطة فيها ورقة اللحمة ديت. يلا بينا اوريكم انا عملت الشكل ده ازاي. جبت كده ورقة ألمونيا، والأحسن لو عندك ورق زبدة تحطيها فوق ورق الألمونيا. هنا هعملها طبقتين فوق بعض علشان يبقى سمكها تخين شوية، عشان ما الورقة ما تتقطعش مني من الخضار. هحطها بقى في البولة كده عشان تاخد شكل البولة مش اكتر. ممكن تعمليها مربعة عادي، ممكن تحطي الورقة كلها في الصينية عادي وتفضي كل الخضار واللحمة وتبقى في صينية واحدة. يعني انا بس بديكي افكار انك انت تعملي شكل حلو. هنزل كده بنص كمية اللحمة التاني، وهبتدي انزل بكمية الخضار اللي انا شوحته، البصل والجزر والكوسة والبزلة والطماطم والفلفل وكل الخضار اللي معايا. وهبتدي كده انزل كده بالكمية بالصوص اللي فيه. وبعد كده هقفل الورقة زي ما قلت لكم. تنسوش ورقة الزبدة، انا بصراحة مش متاحة عندي فما حطيتهاش. هقفل بقى الورقة كده حلو علشان لما تيجي تستوي البخار ما يطلعش من الورقة. اهو هقفلها حلو كده واحطها برضو في الصينية زي ما هي جنب الورقة التانية زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. هعمل بقى الورقة التالتة بنفس الطريقة وهحطهم بقى في الصينية، وهبتدي بقى احط في الصينية حبة مية وادخلها الفرن. خلاص يا حبايبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وكده ورقة اللحمة تكون خلصت بعد ما دخلتها في الفرن واستوت، وخدت حوالي من نص ساعة كده سوا. ورحت مطلعاها، تعالوا اوريكم. ما شاء الله على سوا اللحمة وسوا الخضار، وعملت لها كده جواها صوص كده جوسي عشان نغمسه بيه. وطبعا قدمتها مع رز مدسوس قدامكم اهوت. شايفين الجمال يا جماعة؟ الله على الجمال، الله على الحلاوة. شايفين؟ ما شاء الله. بصوا سايبه فيها صوص كده، لو انتم مش عايزين الصوص ده ممكن تسيبوها لما تنشف خالص في الفرن. اهو ما شاء الله. بصوا البطاطس مستويه خالص ودايبه ازاي، بس مش مهريه، القطعه بقطعتها. وادي اللحمه مستويه خالص، بحاول اقطعها لكم. وقدمت معاها صينيه رز مدسوس حلو كده. وبالهنا والشفا يا رب. طريقتي في ورقه اللحمه تعجبكم، يا رب تجربوها وتطلع معاكم حلوه. ربنا يحسن ما بين ايديكم، وبالهنا والشفا على اللي هيجربها. بصوا اللحمه مستويه دايبه دوب. وبكده اكون خلصت معاكم وصفة النهاردة. ممكن تقدميها مع رز ابيض، انا قدمتها مع رز مدسوس عشان احنا بنحبه. بصوا الرز ما شاء الله، اللي حابب طريقة الرز المدسوس هتلاقوه في وصفة في القناة بردك. ودي كانت وصفتي النهاردة، ورقة اللحمة بالخضار، طعمها جميل جدا جدا وحاجة كده خفيفة. مستنية اللايك والشير والكومنت الجميل. ما تنسوش كده دعوة حلوة من قلوبكم بصلاح الحال. ويا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم.